أوقات كتير الأمل ما بيبقاش نور باين، بيبقى نقطة صغيرة جدا وسط ضلمة كبيرة. بيكون إحساس ضعيف، صوت واطي، صوت ضعيف جدا جوه القلب بيقول لسه في حاجة جاية حتى وانت مش مصدق. الأمل مش بس إن كل حاجة تبقى تمام، الأمل إنك تصحى كل يوم رغم التعب والخذلان والإحباط ومع ذلك بتكمل. في ناس فاكرة إن الأمل معناه قوة، بس الحقيقة الأمل ساعات بيكون آخر حاجة ماسكين فيها. عارفين ليه؟ علشان ما نغرقش. يمكن اتقفلت في وشك أبواب كتير، ويمكن حاولت أكتر وفشلت، ويمكن حسيت إنك بتجري في دايرة من غير ما توصل. بس خليني أقولك بصدق، مفيش خطوة ضاعت، ولا وجع راح، ولا دعوة طلعت من قلبك وما اتسمعتش. ربنا لما بيحط الأمل في قلبك بيكون عارف إن في حاجة جاية، وقادر يشيل عنك ويعوضك، وتفهم ليه كل ده حصل. الأمل مش وعد إن الطريق سهل، الأمل وعد إن مش كل اللي ماشي لوحده بيرجع. يمكن الفرح بيتأخر بس عمره ما بيتنسي، ويمكن العوض بيجي متأخر بس دايما بيجي في وقت، في وقت اللي روحك بتكون فيه محتاجة فيه كل حاجة. ولو حاسس إن الأمل ضعيف جواك ما تلومش نفسك، بس خليه موجود حتى لو كان بسيط، حتى لو كان على قد النفس. وافتكر دايما إن بعد كل ليل طويل في فجر جاي، وإن ربنا ما بيكسرش قلب غيره وهو ناوي يجبره. اطمن، الأمل مش كدبة، الأمل رحمة، واللي جاي أحن مما تتخيل. دي كانت لمسة روح علشان تطمن قلبك وتكمل معايا.